أتدري لو أنك تضاربت مع شخص وأنت قادر على أنك تؤذيه وتضربه لأنك أقوى منه، ولكنك لم تضربه، عفوت عنه لوجه الله سبحانه وتعالى، كظمت غيظك، أتدري أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدعوك والناس مجتمعين على رؤوس الخلائق ويخيرك من أي الحور تشاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: من كظم غيظا وهو قادرا على أن ينفذه ولكنه كظم غيظه لم ينفذه، دعاها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق فخيره من الحور العين ما شاء. إذا تضاربت مع شخص فلا تغضب وأكظم غيظك، والغيظ معناه الغضب الشديد، لا تغضب ولا تتسرع، إياك يا أخي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كررها 3 مرات. والله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا تظن إنك بعفوك هذا أنت ذليل ضعيف، لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فإذا أردت الأجر والثواب العظيم فعليك أن تكظم غيظك ما استطعت، وعملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب لا تغضب لا تغضب.